كاين بزاف اللي ولادهم ما ياكلوش السلق ولا افراد العائله تاعهم ما ياكلوش السلق، وحنا نعرفوا بلي السلق معمر بالالياف وفيه بزاف فيتامينات ولازم علينا ناكلوه ونوكلوه لولادنا وندير لهم لي زاستوس باش نقدروا ناكلوا لهم بلا ما يفيقوا. انا اليوم جبت لكم هذا لاستوس ولا هذه الوصفه بزاف هايله، ومستحيل وليدك ولا فرد من افراد العائله يقول لك راه فيه السلق. اروح معايا نروحوا نشوفوا كيفاش درت هذا الكراطه تاع نهار اليوم يجي بزاف هايل. اول حاجه رحت شدت السلق نتاعي غسلته مليح مليح وقطرته مليح من الماء نتاعو، وقطعت غير هذوك الورقات نتاعو برك ما درتش الاغصان، ودرته في مقله مع شويه زيت شويه ملح وخليته يتحمس لي على نار هادئه تماما. كي تحمس لي حطيته اكوتي وزدت رحت جبت شويه نتاع دجاج مقطع على شكل مكعبات، خليته تحمس لي يعني مع شويه زيت بيان سور وشويه ملح. كي شفتو بدا يشرب لي هذاك الماء تاعو، نعرفوا بلي الدجاج يطلق الماء ويعاود يشربه. كي يبدا يشرب في الماء هذاك تاعو انا ثم نزيد له حوالي حبه صغيره نتاع بصل مقطعه مكعبات، ونخليهم يتحمسوا بيا حتى يذبالوا كيما راكم تشوفوا فيهم. نحيهم اكوتي ونروح انا من هنا من جهه واحده اخرى رحت درت لا بيشاميل نتاعي اللي نعرفو كامل كيفاش نديرها، واللي ما عرفش كيفاش نديرها ندخل في قناتي على اليوتيوب راني دايره كيفاش ندير البيشاميل تاعي. ونروح في البلاط تاعي اللي يدخل للفور درت البيشاميل لاصوص بيشاميل كيما راكم تشوفوا، فوق زدت درت شويه فريت، وفوق الفريت هذيك زدت جبت هذاك السلق درته. والطبقه الثالثه انا هنا اخترت اني ندير مزيج يعني في الطبقه الثالثه، وانتم تحبوا ديروا كل حاجه وحده ديروا. انا هنا كانت فضلت لي شويه لي فريت، درت لي فريت مع هذاك الدجاج، وزدت درت لهم زوج حبات نتاع بيض خضوره كسرتهم عليهم وخلطتهم مع بعضهم بيا بيا بيا. درت لهم شويه تاع فلفل حالي يعني غير للكوبرك، وعاود درتهم كطبقه ثالثه وزدت لك فوقهم البيشاميل نتاعي. جات لي بزاف هايله. واللي عندها الفرماج ربي زيد ضيف له فرماج ربي، انا ما كاش متوفر عندي الصراحه وجاتني ما شاء الله. يعني هذا الكراطه بزاف هايل وناجح 1000%، لانه فيه الفريت نعرفوا بلي الدراري كامل يحبوا الفريت، وفيه البيض كامل يحبوا البيض، والدجاج كامل يحبوا الدجاج. وفوالا دخلته للفور تاعي نشف لي، عطيت له هذيك التحميره من الفوق ولا هذاك اللون الذهبي، وعاودت خرجته. انا هنا اخترت اني نديكوريه بشويه نتاع معدنوس كيما راكم تشوفوا فيه، واخترت اني نقدمه في بلا كيما هكذا بهذا الشكل. خرج لي بزاف هايل، خليته يبرد لي شويه وحطيته، لان نعرفوا بلي البيشاميل تكون سخونه تكون طايقه روحها، كي تنشف شويه ولا تبرد شويه راح تنشف وتشد روحها. وهكذا نكونوا كملنا الوصفه تاعنا تاع النهار اليوم. تهلاو في روحكم، سلام.